من الحاجات اللي بتفرق في نقل مستوى المعيشة بالنسبة للبلد وبالنسبة للفرد وبالنسبة لأي شخص عايش جوه دولة، هو إن يكتشف بترول موجود في قلب البلد. باكتشافات البترول بتعمل زيادة دخل وتصدر بترول، وبيبقى فيه فايض عندك ومبتشتريش خامات من برا بترولية. بيكون عندك يعني مشتقات البترول من بنزين بقى وزيت وسولار. كل حاجة خاصة بمشتقات البترول انت بتقدر تعملها عندك وبتوفرها عندك، وبتكون يعني ايه اسعارها مش زي ما تشتريها من برا، زي الغاز الطبيعي وزي الحاجات اللي زي دي. زي مثلا زي دولة زي السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، أي دول اللي هي قايمة على البترول واقتصادها قايم على اكتشافات البترول اللي بتظهر عندهم في باطن الأرض. باكتشافنا اللي اكتشفوه، حقل الغاز الجديد اللي اكتشفوه في مصر، وبعض الأخبار بتقول إن اكتشفوه في كفر الشيخ، فكانت بعيدة. لأني هو المفروض إن حقول البترول لما بيكتشفوها غالبا بتبقى في البحر، يا إما جنب البحر. لكن حتة إن هو يبقى مثلا في وسط قرى وسط بيوت ووسط أراضي زراعية دي جديدة. مش عارفين بقى هو هل إشاعة ولا فعلا حقيقي إن تم اكتشاف حقل بترول غاز طبيعي موجود في كفر الشيخ. فلو أي حد عنده معلومة أكيدة بالموضوع ده ياريت يفرحنا يعني عشان نفرح. كل اللي شفناه تداول فيديو الواحد بيقولك خير مصر اهون، خير مصر اهون. المفروض ان هو مهندس بترول وشغال على بريمة اللي اكتشفوا بيها الغاز ده، بس موقعه ما كانش مكتوب، يعني ما قالش ده فين. بس هو قال وكل اللي قاعد يقولوا خير مصر اهو يا جماعة، خير مصر اهو يا جماعة. وفرحان ان ايه، ان في بترول بيطلع من بطن الارض. وطبعا كلنا نفرح لانه هيساعد على تحسين المعيشة للأسرة المصرية وللدولة، وهينعش اقتصاد الدولة وخزينة الدولة. وده هيعود على الفرد وهيعود على الجميع إن شاء الله.